السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غادي نخدم معكم هاد الرشمه. هاد الرشمه الا بغيتو ديروها في جليلبه ديال البنيات الصغار ولا قفيطنه دابا مع رمضان ومع العيد كنبغيو نخدموا الوليدات جليلبات. هاد الرشمه كتجي زوينه في جلابه صغيره ديال بنيه صغيره. انا غادي نخدمها معكم. خديت الرشمه هنا درت ليها بابي كارطون وطراسيتها فوق الثوب. انا غادي نوريكم غير ثوب هنايا عادي، نتوما تخدموها. انا بغيت نوريكم غير الموديل، نتوما تخدموها على جلابه ولا على البياسه اللي عندكم. غادي نخدمها. اختاريت هاد جوج الوان ديال العقيق كيف كتشوفوا. هذا العقيق المهرس، خديت هاد الغوز وخديت هاد الخضر. نتوما غادي تستعملوا الالوان اللي عندكم في الجلابه، ولا جوج الوان كيجيو مع بعضياتهم. غادي نوريكم الطريقه ديال كيفاش غادي نطرزها. الطريقه راه سهله، ماشي شي حاجه صعيبه، يعني اي مبتدئه ممكن تخدمها، ماشي ضروري تكون خياطه. هنا الطريقه باش غادي نخدم هاد العقيق راه طريقه سهله. كيف كتشوفوا غادي ندير جوج عقيقات وكنديرهم كنخدمهم بشكل مائل باش ما يجيونيش ما تجينيش السطر عريض بحال هكا. هانتوما كيف كتشوفوا فاش كنديروا جوج عقيقات كنجيو كندخلوا البرة هنا فين كتسالي هاد العقيقه الثانيه، وكنخرجوها تقريبا بيناتهم بحال هكا باش كيعطيني هاد الشكل المائل بحال هكا. وكنكملوا حتى كنكملوا. هذه هي الطريقه باش غنخدمها كامله. غادي يبقى اختلاف غير في الالوان. نتوما غادي تستعملوا الالوان اللي عندكم ولا اللي كتفضلوا. انا هذا بغيت غير نخدم معكم هذا الموديل. صافي غنكمل بحال هكا. غادي نوريكم واحد الطريقه كيفاش تهزوا تاخذوا الرقيق باش ما تبقاوش كل مره تاخذوا شويه من هذا اللي عندكم. كتاخذوا سكوتش كتدلوها على كدوروها على صباعكم. انا غادي نحلها. كنقطعوا تقريبا قد هذا القياس وكنلووه هكا بحال هكا. هاد البلاصه اللي كتكون كتلصق تكون الفوق كنديروا ليها هكا في العقيق. كنحطوها في العقيق هكا كيلصق فيها العقيق وكناخذوا بحال هكا وكنخدموا. كتجينا ساهله هاد الطريقه. وهنا كيف كتشوفوا انا خدمت معكم هاد البلاصه هاد الطربوش خدمته معكم. انا غادي نوريكم لان هذا ساهل ما بغيتش نبقى خدامه هنا. غادي يطول معكم الفيديو. غادي نوريكم غير الطريقه ديال الضفره والطريقه ديال الوريدات. اما هادشي كامل راه ساهل، راه نفس الخدمه اللي خدمت في الاول هي اللي غادي نديرها في هاد الكسوه كلها. غادي نوريكم غير الطريقه تاع الوريدات حتى هي راه ساهله. المهم نشاركها معكم ونشارك معكم الضفره. الضفره هنا غادي نجي هكا
كندير 3 العقيقات بحال هكا. كنجي هنا كندير عقيقه واحده، كندير عقيقه هنا باش كيعطيني هاد الشكل بحال الشكل ديال الضفيره. كندير عقيقه هنا وكندير عقيقه هنا. بحال هكا كيف كتشوفوا على هاد الشكل. نعاود معكم، كنجي حدا هاد العقيقه اللي درنا الاخيره فوق منها شويه كندير 3 العقيقات. كنجي هنا وكندير عقيقه واحده. بحال هكا وكنكمل. غندير عقيقه هنا صافي حتى كنكمل الضفره ديالي. صافي هنا غادي انا هنا كملت الضفره. غادي نخدم هاد الاخير ديال الشعر كيكون مطلوب. غادي نخدم، غندير 3 العقيقات بحال هكا. وهنا انا كملت دابا معكم الضفيره. غادي ندوز نخدم معكم هاد الوريدات ونخدم معكم شويه من هنا. اما هنا راه غادي تخدموه بهاد الطريقه، 2 عقيقات 2 عقيقات، وغتبقاو حتى تخدموا هاد البلاصه كلها. هنا غادي ندير 3 العقيقات، ندير 3 العقيقات ونخدم معكم شويه حتى هو راه ساهل غير بنفس هاد الطريقه. دابا غندوز نخدم معكم الوريدات وغتشوفوا. نعاود نخدمها معكم. كنجيو للوسط هنا، راه ساهله الطريقه، غير غادي نوريكم للمبتدئات اللي اول مره غادي يخدموا هذا الشيء. كتكون حاجه بسيطه كيبقاو يقولوا كيفاش غادي نديروا ليها كتجيهم صعيبه. انا غادي نوريكم كل حاجه الطريقه ديالها. كندير وحده هنا، كنجي حداها كندير وحده اخرى بحال هكا.
صافي. وبحال هكا انا كملتها. هذا هو الشكل ديالها. غادي نخدم هنا ونخدم هذه اللي بقات لي هنا وهذه اللي هنا ونتلاقى معكم. هاد العريشات نديرهم بهذا اللون الخضر. انا درت هنا 4 ولا 4 غيجيني طويل بزاف. غادي ندير غير 3، غنقص وحده. هنا غادي ندير غير 2. نتوما غادي تشوفوا عينكم ميزانكم البلاصه شحال غادي يقدكم فيها. صافي هنا انا درت 2. غنشوف هنا شحال من وحده ندير 3 ونشوف. صافي هنا انا درت 3. صافي هكا ها هي جات زوينه. وغادي ندوز باش نخدم معكم هنا هاد الخطوط اللي كتشوفوا ديال الكسوه ديالها. غنديروا خط غوز، خط خضر، خط غوز، خط خضر حتى نكملوا. على حساب الالوان اللي عندي. طبعا نتوما راه غادي تخدموا ديروا 2 الوان ولا 3 على حساب داكشي اللي عندكم. والالوان اللي يجيكم في الجلابه غادي تستعملوهم. انا هاد الالوان غير متوفرين عندي وقلت نخدم معكم هاد الموديل بهم. كنديروا 3، كنجيو هنا، كنجيو وحده الثانيه، كنخرجوا البرا، كنزيدوا نديروا 3 اخرين بحال هكا. كنجيو ثاني وحده اخر وحده وكنكملوا بهذه الطريقه حتى نكملوا هذه الرشمه كلها. انا غادي نكمل الخدمه ديالي حتى نكملها كامله وغادي نتلاقى باش نوريكم الشكل كيفاش جات. وكيف قلت لكم في الاول استعملوا هذه الطريقه ديال السكوتش، راه زوينه سهله. كتوفر لكم الوقت، ما كتبقاوش كل مره تهزوا العقيق وتعمروا البرا وتعاودوا تحطوا داكشي اللي بقى. هذه طريقه زوينه. يلا نخليكم دابا حتى نكمل الرشمه ونوريكم الشكل النهائي ديالها. وهنا كيف كتشوفوا من بعد فاش كملت الرشمه ها هي كتجي على هذا الشكل. انا كملتها نفس الطريقه اللي وريتكم في الفيديو. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. راه سهله، اللي اول مره ما كيعرفش يخدم، المبتدئات راه ممكن تصايبوها في جليلبه ديال بنياتكم. سهله وما كتاخذش الوقت. كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وشكرا لكم على المشاهده. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله ونخدم معكم ان شاء الله رشمات اخرين يكونوا ساهلين بحال هذا الشكل. ونقول لكم مع السلامه حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.